السلام عليكم مازال في الأول، مرحبا بكم الناس الجياسكا. أخيرا باهي غاشي يسكت. عقوبة إيقاف لاعب مولودية الجزائر عبد اللاوي ل6 مباريات زائد غرامة، وأيضا سعد عبد الجليل لاعب اتحاد بسكرة أيضا هو أيضا 6 مباريات. 6 مباريات نافذة، هكذا كانت عقوبة الرابطة. واش رايكم في هذه العقوبة؟ هل هي عادلة أم ربما قليلة أم زايدة؟ لكم التعليق حول هذه القضية اللي أزالت الكثير من الحبر. وفي هذا الفيديو زيمباور يضرب بيد من حديد ويتوعد المخادرين. دوك نحكي على هذا الموضوع، وقد ربما يستبعد الكثير المتخاذل، راح يستبعدوا لأنه ربما دار له شوك في بعض تواضع بعض اللاعبين، وأنه الفريق ربما يبدو ضعيفا حسب بعض الأخبار. يلا لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. إذا هكذا كانت عقوبة التي أسالت الكثير من الحبر. عبد اللاوي لاعب عبد اللاوي لاعب مولودية الجزائر، وأيضا سعد عبد الجليل لاعب اتحاد بسكرة، 6 مباريات نافذة زائد غرامة مالية قدرها 50,000 دينار. هذه عبد اللاوي دينار جزائري في حق لاعب مولودية الجزائر عبد اللاوي أيوب. رابطة كرة القدم المحترفة تم الاستماع إلى اللاعب عبد اللاوي أيوب أمام لجنة الانضباط، حيث أقر بأنه تلفظ بعبارة مسيئة. رابطة كرة القدم المحترفة بعد استخدام الوسائل السمعية البصرية وفقا للمادة 5 من القانون التأديبي للاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف، رابطة كرة القدم المحترفة تقر اللجنة بأن اللاعب المذكور قام بتوجيه عبارة مسيئة تمس بكرامة وشرف أحد مسؤولي المباراة. جوج صراحة عقوبة ربما ربما يخافوا اللاعبين اللي دوك منا ورايح، اللاعبين ربما تاع البطولة كامل يوليو يخافوا يرتكبوا هذا التصرف الدنيء، اللي ربما صراحة كاين واحد يتفرج مع ولده، كاين واحد يتفرج مع المرأة تاعو، كاين واحد يتفرج مع الوالد تاعو، المهم اون فامي، كاين عائلات يتفرجوا مع بعضهم. لذلك نحن دائما ندين هذا التصرف الدنيء من اللاعبين اللي ربما كيلقاو شويه رخف هكا من الاداره، وربما ما يحاسبوهمش، يتصرفوا بتصرفات لا تليق بالمجتمع الجزائري. يلا هذا ما جاء حول العقوبة، ولكم التعليق حول هذه العقوبة الصارمة. يبدو أنها ستكون عبرة للاعبين وتتعدل إن شاء الله. زيمباور يضرب بيد من حديد ويتواعد المتخاذلين، هكذا كتبت الصحافة اليوم. قام بتوبيخ بعض اللاعبين على أدائهم وهددهم بالاستبعاد. أخبرهم أن نقطة غير مرضية حتى وإن كانت خارج الديار. يبدو أنه غاضته النقطة هذه، لكن مستوى شباب القبائل في هذه المباراة ما كانش مستوى كبير يا زيمباور حتى تتحصل على ربما هذه النقطة. ربما قد تفرح هذه النقطة أكثر من أنك تتحصل عليها، وما زالوا المباريات وأثبت ذلك يا زيمباور. وعد الجميع بإحداث ثورة في الفريق. نتمنى أنك تلقى كي دير ثورة لازمك حلول، لازمك لاعبين يخلفوا هاد اللاعبين اللي ربما ما قاديش يقدموا في الاداء اللي راه منتظر منهم. لانه لما تقول ثوره لازمك تقدم لنا اللاعبين اللي احسن من هاد اللاعبين، ونتمنى ذلك. نتمنى انه كاين لاعبين راهم يتخاذلوا، نتمنى انه يكون هناك حلول ايجابيه، ولما لا وترد لنا الشباب القبائل الى السكه الصحيحه. لما تكون لقيت الحلول انتظر أنه الأنصار بكل راح يقفوا معك وقفة رجل واحد ويدعموا الفريق. لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركونا تعليق في جياسكا. نتمنى أنه يلقى الحلول زيمباور وحدة نتمنى أنه ربما يلقى الحلول في آخر وقت. يلا سلام خوتي.